بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. هنحضر مع بعض النهاردة بتيفور العيد، كل عام وحضراتكم بخير. وهنقول كل التفاصيل عنه وازاي يكون دايب دوبان معاكي من غير ما تفصلي صفار عن بياض، وهتوصلي كمان لنفس النعومة اللي انت عاوزاها، وكمان النقشة مش هتروح ولا الزبدة هتفصل منك أبدا، ومش هيطلع معاكي ناشف أو محجر، ومش هيرطب بعد فترة قليلة. وهنتكلم عن المقادير بالجرام وبالكوباية، بس نتابع الفيديو للآخر ونحط لايك للفيديو. وأول حاجة هحضرها في طبق، هنزل ب 400 جرام من الزبدة، والزبدة تكون بحرارة الغرفة، وأنا مستخدمة زبدة فرن. ولو هتستخدمي الكوباية يبقى 2 كوباية بس، ما يكونش فيها فراغات. ومعايا كمان 160 جرام من السكر المطحون، وبلاش تشتري سكر جاهز علشان بيكون عليه إضافات، والأفضل إن احنا نطحنه في البيت. هبدأ إن أنا أقلب السكر بالزبدة كويس جدا، علشان السكر ما يتطيرش معايا وأنا بضرب بالمضرب الكهربي. هقلبه لحد ما يختفي مع الزبدة كويس جدا. ولو هتستخدمي في الوقت ده، أنا هستخدم المضرب الكهربي. لو هتستخدمي إيدك ماشي، استخدمي إيدك، مفيش أي مشاكل، بس هتاخد منك وقت أطول عن المضرب الكهربي. هابدأ أجيب المضرب بتاعي وهابدأ في عملية الخفق. طبعًا لازم هاضرب، دي أهم مرحلة في مرحلة البوتفور يا جماعة، إنِّك تضربي أو تخفقي بالمضرب الكهربي كويس جدًا، علشان البوتفور بتاعِك يكون خفيف ويكون هش معاكِ. تمام؟ أضرب كويس جدًا، ومن وقت للتاني يا جماعة هابدأ إن أنا أنزّل الجوانب بتاعتي علشان تنضرب كويس مع بقية الخليط. تمام؟ بلاش بقى تستخدمي زبدة بقري بلدي، لأنها ما لهاش عُمر في قلب النواعم، وكمان مش بتنعّم أوي، وفيها نسبة خَض كبيرة اللي هي السوائل اللي بتبقى جواها، فممكن تنشِّف النواعم حتى لو أنتِ حاطة كمية كبيرة. فالأفضل استخدمي زبدة مصنّعة. من وقت للتاني زي ما أنا قُلت لكم هانزّل الجوانب علشان تنضرب كويس معايا. وأول ما هيبدأ لونها يفتح ويبقى زي الكريمي كده وتكون خفيفة، هابدأ إن أنا أشيل المضرب بتاعي. معايا كمان 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، باضيف عليهم 2 باكت من الفانيليا، وأبدأ أنزل بأول واحدة وأضرب لحد البيضة ما تختفي، وضربة خفيفة كده لحد ما تختفي، وأنزل بالتانية. تمام، وأنا باضيف البيض كامل، وبلاش تعملي البيتفور بصفار بيض بس، لإنه بيحن أو بيطرى معاكِ وبيكون دايب بزيادة ومش بيكون له عمر طويل. وأمّا البيضة الكاملة بيكون ماسك نفسه وبيكون ناعم وفيه سِنّة قرمشة. تمام؟ أضرب كويس لحد ما أحس إن البيض كله اختفى، هارفع المضرب بتاعي وهابدأ إن أنا أشوف معايا نُص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، واستخدمي أي نوع دقيق تكوني استخدمتيه قبل كده وكان كويس معاكِ. بالكوباية 4 أكواب، وأنزل طبعًا بنُص كمية الدقيق، وأقلِّب بالراحة من تحت لفوق، مش باعجن يا جماعة، باضيّع الدقيق بس. وبابدأ أضيف الباقي وأتوّه الزبدة بالدقيق. تمام، لحد ما إيه، العجينة توصل للقوام المضبوط بتاعها. طبعًا أنا عاملة لكم نُص كيلو دقيق بس، لو عايزة تضاعفي الكمية براحتك خالص، ما فيش أي مشاكل، ده قوام العجينة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هابدأ إن أنا أجيب كيس الحلواني بتاعي أو التِّب بتاعي أو القُمع بتاعي، وأختار نوع القُمع بتاعي يكون ضيّق علشان ما ينزّلش منّي عجين كتير وتفرّش معاكِ البيتيفورة تبقى زي القرصة. هابدأ إن أنا أضبطه في الكيس، وأملى كيس الحلواني بتاعي، وأخرّج منّه الهوا كمان بعد ما أحُط العجينة فيه وأضبطه كويس. تمام؟ تمام. وهاشكِّل على طول. لو أنا هاستخدم كيس الحلواني هاستخدم على طول، هاشتغل على طول. أمّا لو الماكينة هتسيب العجينة ترتاح حوالي ربع ساعة. هاجيب أول صاج عندي وأبدأ أشتغل وأشكِّل فيه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. حاولي بقى إنِّك ما تخلّيش الكيس الحلواني، ارفعيه شوية عن الصاج بتاعِك، والوردة تكون ولا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، واتركي مسافة بين كل واحدة والتانية. تمام؟ ده أول صاج أنا خلّصته. هتبدئي تستخدمي المكنة، هتكوني ريّحتيه وتكون العجينة بتاعتِك اتشمّعت شوية. املي المكنة بتاعتِك واقفليها كويس، وخلّي الناحية المشرشرة في المكنة من يمّة جوّه، واضغطي ضغطة واحدة بس علشان ما تنزلش منِّك كبيرة أوي. ولو ضغطتِ ضغطتين ونزلت منِّك كبيرة أوي، شيليها واعملي غيرها. ولو طلعت واحدة معاكِ مش مضبوطة، شيليها برضه واعملي غيرها، ما فيش أي مشاكل. والمكنة كل ما تفضى منِّك امليها وكمّلي بنفس الطريقة.
أمّا بقى بعد ما باخلّص الكمية اللي أنا عاملاها للنُص كيلو يا جماعة، عندِك كمان كذا شكل من أشكال الماكينة، اختاري الشكل اللي يعجبِك واستخدميه زي ما أنتِ عايزة. لإن في أشكال كتير حلوة جدًا مع الماكينة هتستخدميها. عايزة تشكّلي بكيس الحلواني، العجينة تنفع لكيس الحلواني وتنفع للماكينة، بس بتركيه حاجة بسيطة. أمّا بالنسبة بقى للكاكاو، نفس الكمية 400 جرام زبدة زائد 160 جرام سكر بودر زائد 2 بيضة و2 كيس باكيت فانيليا و500 جرام دقيق، بس هاشيل ربع كوباية من الدقيق وأضيف ربع كاكاو ويكون ماركة نضيفة، وأبدأ أشكِّل بنفس الطريقة. بس خلّي بالِك الصاج اللي بالكاكاو هنبدأ نخلّي فيه عجينة بيضا عشان نعرف منّه التسوية المضبوطة، لإن الكاكاو بيكون لونه غامق، وطبعًا ممكن ياخد منِّك لون زيادة ويمرّر، تمام؟ فطبعًا لمّا هتشكّلي بالكاكاو لازم تخلّي فيه عجينة بيضا. هتشكّلي برضه بالمكنة، هتتركي العجينة برضه لمّا تشِف حوالي ربع ساعة، وبعدين تشتغلي بالمكنة ما فيش أي مشاكل خالص. بس أهم حاجة يا جماعة إنِّك لو هتستخدمي الكاكاو هتشيلي ربع كوباية وتحطّي ربع كوباية كاكاو، ربع كوباية دقيق وتحطّي ربع كوباية كاكاو عشان العجينة تبقى مضبوطة معاكِ. وطبعًا زي ما أنا قُلت لِك هتتركي عجينة بيضا فيها عشان التسوية. طبعًا هتشغّلي الفرن بتاعِك على درجة حرارة 180 وهتبدئي في التسوية بعد ما تخلّصي. إمتى بقى البيتيفور يفرش معاكِ؟ لو ما كانش مقدار الزبدة لو كان مقدار الزبدة كتير والدقيق قليل، ولو طلّعتِ صاج سخن وشكّلتِ عليه أو دخّلتِ البوتيفور والفرن لسه ما سخنش، ولازم تسخّني الفرن كويس على درجة حرارة متوسطة 180، وباحط الصاج في الرف التاني من تحت، ومجرد ما ياخد لون دهبي من تحت شغّلي الشواية عشان ياخد لون دهبي من فوق علشان ما يطراش منِّك بسرعة. وطبعًا برضه ما تغيبيش عليه في الفرن زيادة عن اللزوم علشان ما ينشفش منِّك. بياخد في الفرن حوالي ربع ساعة وبيبقى بالجمال اللي أنتِ شايفاه ده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. طبعًا أمّا تيجي تزينيه هتسيّحي قصدي الشوكولاتة على بخار مَيّة، كل 100 جرام شوكولاتة لها معلقة كبيرة زيت. وطبعًا لو هتزيني بالمربى يبقى قبل الأكل بفترة صغيرة علشان المربى بترطبه وتطريه. وأهم حاجة مش تشكّلي جنب الفرن أو في مكان ساخن عشان الزبدة ما تفصلش منِّك. والتزيين حسب الرغبة بالمكسرات أو بالفرماسيل أو حسب ما تحبّي. بُصّي زيّني بالطريقة اللي أنتِ عايزاها وباللي أنتِ تحبّيه واللي أولادِك بيحبّوا ياكلوه، تمام؟ تمام مع بعض. ده آخر حاجة كانت معانا النهارده في الفيديو بتاعي. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم ونال إعجابكم. وأتمنى إنكم تجربوه بنفس الطريقة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.